صينية فراخ بالبصل المكرمل خطيرة، وده بارت 2 من سلسلة 30 وصفة في 30 يوم. واللي ما يعرفنيش انا سمير ودي قناتي ويلا بينا. بصوا بقى، انا بحب الاول في الوصفة دي اجمع التوابل بتاعتي كلها واعملها ميكس الاول، وهقول لكم ليه وهتشوفوا ليه بتبقى اسهل لينا. اول حاجة انا هبدأ استخدم، هحط كمون وهحط كزبرة وهحط ملح، هحط مثلا معلقتين من الملح كده او الملح زي ما انت حابة، او ما تحطيش كتير براحتك، احنا كده كده بنظبطها في الاخر. ومعايا فلفل اسود ومعايا بابريكا ومعايا سنة من الكركم ومعايا بقى الكثير والكثير من السماق، مكون اساسي يعني ممكن تستغني عنه بس هو بيدي نكهة خطيرة. هعمله ميكس بقى. اول حاجة بعملها خالص انا بحط معلقتين سمنة بلدي او سمنة عادية مفيش اي مشكلة، ومعلقتين من الزيت. بشوحهم على النار، وبعدين بدي الفراخ صدمة. ممكن نستغنى عن الخطوة دي، ممكن نستغنى عن الخطوة دي، بس انا بحب اعملها. انا كان معايا فرخة فعملتها، اي نوع فراخ طبعا يعني. فهبدأ بقى استخدم اشوحها اديها صدمة على الجنبين كده، ودي انا بالنسبة لي خطوة مهمة، والناس برضو اللي حابة تستغنى عنها مفيش اي مشكلة. تاني خطوة بقى انا معايا بصل. بصوا حطوا الكمية اللي انتوا عايزينها، انا تقريبا كنت مستخدمة من 6 ل7 يعني. فعملت البصل، هاخد النص الكمية واحط واضربهم في الخلاط او في الهاند بلندر في الكبة، بصوا براحتكم بس الاحسن ان هي تضرب في الكبة يعني. هنزل عليهم بشوية من البهارات بتاعتي وشوية من الزيت. ممكن هنا تحطي صويا صوص ودبس رمان مفيش اي مشكلة، بس انا هحطهم بعدين فانا مش هستخدمهم في الخطوة دي. هضربهم كويس، وبرضو الخطوة دي ممكن نستغنى عنها تماما بس انا حباها يعني، انا بحب الخطوة دي. تاني خطوة بقى بجيب الفراخ وبنزل عليها شوية من التوابل اللي احنا بتاعتنا دي. ببدأ بقى البصل ده ببدأ ادخله في الفرخة واحطه في كل حتة في الفرخة تحت الجلد بقى. بصوا بغمس الفرخة بيه بمعنى الكلمة. ده بيديله نكهة اكتر من الخطوة ان احنا نحط البصل عليها بتوابلها. انتوا برضو ممكن تستغنوا عن الخطوة دي زي ما انا قلت، بس ده بيدي نكهة احسن وبيبقى نكهتها اجمد يعني، بتزود النكهة بتاعتها وكده. برضو قلنا ايه ممكن ان احنا نستغنى عن الخطوة دي. انا هعمل كله كده واجي بقى الخطوة التانية معايا بصل شرايح. دي بقى الخطوة اللي انا بقول ممكن تستغنوا عن التانية، ان هي تعملي بالبصل الشرايح بس يعني، تحطي التتبيلة بالبصل الشرايح بس. انا هنزل شوية بميكس من الخليط التوابل بتاعتنا، وبعدين نحط عليها زيت. انا حطيت زيت نباتي وزيت زيتون، ممكن تعملي ميكس بينهم او تحط زيت نباتي بس او تحط زيت زيتون بس. وكمان عملت هوت صوص وعملت صويا صوص. زي ما انا قلت احنا كنا ممكن نعمل في الخطوة اللي فاتت صويا صوص ودبس رمان، بس انا قررت استخدمهم هنا بس لاني هستخدمهم بعدين. هبدأ بقى امكسهم مع بعض كده كويس. انا بقى بعد ما هعمل ميكس بينهم كلهم هبدأ احطها على الفراخ اللي عندي. وزي ما انا قلت انا ممكن استغنى عن خطوة الكبة واعمل الميكس الشرايح ده بس. بالميكس اللي انا عملته مفيش اي مشكلة خالص، وهيطلع برضو طعمها كويس ما تقلقوش. هبدأ بقى انزل الفراخ وانزل البصل مع الفراخ وامكس كويس بينهم. وبعدين انا ممكن في الخطوة دي ازود الملح بتاعها مفيش اي مشكلة، بس انا مبحبش دلوقتي. وممكن برضو بتزود نسبة سكر صغيرة بتدي كرملة تحفة للبصل. وبنزل عليه طبعا مية او شوربة بس انا بفضل مية. هبدأ بقى اغطيها بورقة فويل وادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. بتاخد من ساعة لساعة ونص، هي ما خدتش معايا اكتر من ساعة، هي ساعة واحدة وكانت خلصانة. لو مستعجلين شوية ممكن نحطها على البوتاجاز الأول وبعدين نحطها في الفرن، بس لو مش مستعجلين براحتكم. ببدأ بقى أعمل في الخليط الأخير صويا صوص ودبس رمان وباربيكيو. ممكن نستغنى عن الخطوة دي برضو بس هي بتدي نكهة حلوة قوي للفراخ. هبدأ أدهن فيها الفراخ كده بعد أول ساعة، دي قبل ما أحطها على الشواية ببدأ أدهنها. ممكن نستغنى عن الخطوة دي ونحط سمنة أو زيت مفيش أي مشكلة. وابدأ بقى ادخلها على الشواية من ربع ساعة لتلت ساعة كده، هي مش تاخد اكتر من كده ان شاء الله يعني. وبتطلع بقى باللون الخطير والعظمة اللي انتوا شايفينها دي. على فكرة انتوا لو حابين تنشفوا الصوص شوية نشفوه، انا اللي بحب صوص زيادة فما نشفتوش قوي، حتى لما نشف زودت عليه مية. تحفة يا جماعة، تحفة بمعنى الكلمة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.